لغاية ما حصلت الطمة الكبرى. ايه هي؟ زي ما قلنا كانت البنت تنزل تقعد مع جدها تحت، وكان جوز امها ده ينزل يقعد شوية، فكانت تصطاده تحكي معاه كتير عشان هي مش عارفة تحكي معاه فوق لان مامتها موجودة. فايه اللي حصل وبتحكي له ايه وايه اللي في نيتها؟ اسمعوني، عشان لو واحدة فيكم اتطلقت تخلي بالها جدا من اللي هتسمعه ده دلوقتي. البنت كانت تعمل ايه؟ مثلا كانت تخليه قاعد وتروح ضرباه على جفاه، ضرباه في وشه بالقلم، ضرباه في اي حاجه، تحدفه بجزمه، تحدفه بشبشب، اي حاجه، المهم تضرب قدام الناس بلا اختشاء، بلا حياء، بلا ادب، كل تضربه. طب بتضربه ليه؟ وايه اللي حصل عشان تضربه؟ واساسا هي تمد ايدها ليه؟ المفروض عيب، ما ينفعش وما يصحش. تقول له ايه؟ تقول له ماما قالت لي كده، لو ما عجبكيش في اي وقت اي كلام اضربيه، لو زعق فيكي او اضربيه. هل امها قالت لها كده؟ لا طبعا، بس هي عارفه تخرب على امها ازاي، عارفه هتعمل ايه. 7 سنين، 7 سنين، مش 25 سنة ولا 12 سنة ولا 7 سنين، ويكاد ممكن تكون 6 سنين. اضربيه. طب هو لا زعلك ولا عمل لك حاجة وبعدين مامتها ما قالت لهاش، طب انت بتتصرفي ليه؟ وبعدين هو انسان كويس. رفض، هي مش عايزاه، هي مش جابلاه. تاني حاجة تاخده على جنب، انت ما شفتش ماما عملت ايه النهاردة؟ كانت بتكلم واحد، انا سمعتها، ولما بننزل السوق سوا تقف مع واحد ترغي معاه وتتكلم وتتسهر معاه، وانا اقول لها يا ماما عيب عشان عمه، يا ماما عيب عشان عمه. تقول لي يا بنت اسكتي، انت ما تعرفيش حاجه، عمه مش هيعرف حاجه، اوعي تقولي له، اوعي تجيبي له سيره ان انا بقف مع الناس مع رجاله واتكلم معاها. البنت بتقول لجوز امها كده، البنت بتقول لجوز امها كده. انتوا متخيلين؟ مش متخيلين، اقسم بالله انتوا متخيلين. المصيبه ان هو خلاص بقى اتملى، شبع كتير. سنة قاعد يسمع البنت وهو مش بيتكلم، بالعكس عادي جدا بيستقبل الكلام بصدر رحب وكأن طفلة وما فيش مشكلة. لغاية ما قالت له ماما بتعرف عليك راجل وبتكلم راجل وبتقف مع رجالة في السوق لا لغاية هنا لا. هي البنت هتكذب هنا؟ لا مش هتكذب بقى، مستحيل انها هتكذب طبعا، دي امها هتكذب عليها. طب ما اللي عملته في الاول ما كانت امها، اشمعنى في دي بالذات؟ الرجولة بقى، الرجولة هنا واخدة حاجة يا جماعة. المهم ما كترش عليكم كله كتري اسباب الطلاق واللي عدت وزدت فيها. المهم غيرانة، غيرة، مش الولد بس اللي بيغير، البنت كمان بتغير، بس هنا في مصيبة اكتر. المهم قعد مع حماته وخدها على جنب وقال لها معلش انا حصل حاجات كتيرة يمكن ما قلتلكوش عليها، لكن المرة دي لازم اتكلم، لازم اشوف ايه الدنيا، اشوف ايه اللي حصل، ويا ترى البنت اللي بتقوله ده حقيقي ولا مش حقيقي. حكى مع والدتها بقى وفضفض كل حاجة. والدته قالت له يا ابني دي بتضحك، ده حيلة، دي ما تقصدش، ده كاني ده ماني، ما ينفعش انك تشك في مراتك، انت واخدها اديلك سنة ما فيش حاجة حصلت، وبتطلع وتخش على حسك ومحدش سمع عنها حاجة. انا مش عشان امها بقول كده، لكن انت نفسك اديك شايف تصرفاتها، عشان كده قلنا لك خليها تحت، لان هي متعلقة بامها جامد وما كانش قدامها غيرها، قعدت مدة كبيرة معاها، فأي حد هيشاركها فيها ممكن توصل لموت ويتموت وتسمه، وارد. يعني الحاجات دي بسيطة كمان، بس برضو الكلام ما دخلش دماغه، الكلام
ما دخلش دماغه، وابتدى ياخد حرص من مراته ويراجبها ويتابعها. ايوه توصل لكده، ايوه توصل لكده. راجل، راجل ده اللي صح على فكرة، مش غلط. تابع مراته وبيجي يقعد معاها مفيش لقى مراته زي الجنيه الدهب. ابتدى يشك في البنت وفي سلوكها. انت مش طبيعية. طب اسيب ماما يا بابا؟ لا يا عمو ليه؟ احنا نسيب. شوف الجاية بقى، انت تسيب ماما عشان اخوالي يضربوني وتيتا تموتني وجده يزحقني من البيت؟ لا يا جد، لا يا عمو، احنا كويسين معاك، اوعى تسيبنا، احنا كويسين خالص وانا مبسوطة بيك، انا بحبك جدا يا عمو ومش عايزاك تسيبنا. الله، هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ انتوا هتعفرطوني. هنا طلع لأمها بقى وقعد معاها وقال لها 1 2 3، ايه رايك في اللي بيحصل؟ قالت له انا قلت لك من الاول ان احنا 2 مش 1، وان بنتي اهم مني، وان طيب هو دلوقتي محتار بين الام وبين البنت، محتار يسمع مين ويكذب مين ويصدق مين. وهل الحياة كده كويسة والعيشة كويسة؟ لا، دي نكد وشك وغيرة. وايه اللي تقصد البنت؟ ان انا اسيبها؟ طب لو سبتها، ما هي البنت بتقول لي لا يا عمو ما تسيبنيش. طب هي عايزة ايه؟ طب لو طلقتها هترتاح؟ انا ممكن اطلقها بس هترتاح؟ مش هترتاح. عاش معاهم ورمى كلامها ورا ظهره وابتدى يتأقلم مع الوضع. سنين تعدي وشهور تعدي وأيام تعدي وتكبر البنت، واللي في دماغها في دماغها، بل بالعكس. المصيبة والكارثة إن البنت حبت جوز أمها وجوز أمها حبها، اتجلب للنقيض، الكره اتجلب للحب. البنت شافت فيه حاجة تاني، ابتدت تحبه. والمصيبة أنا مش ده عايزة حلاجات، بس أنا خلاص على كده، أنا كفاية عليا. المصيبة إن مامتها كانت في مشوار ورجعت لقيت الأب جوزها وبنتها. ايه رأيكم؟ شفتوا حصلت ايه؟ والله تطورات في حاجة بين السطور رهيبة. بس انا بقول لكم الملخص المفيد، لقيت جوزها مع بنتها. فكان المفروض يحصل ايه؟ ايه رأيكم في الرواية دي؟ ايه رأيكم في الواقع والحقيقة دي اللي هي انتم متخيلينها قصة خيالية؟ واقعة حقيقية. ودمر بيت ودمرت الأم حرقت نفسها وماتت ومحدش يعرف السر.